زي أي حد بيقرر يسافر، بيدور على شركة سياحة علشان تعمل الحجوزات بتاعته. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ اتفضل. اتفضل. بقول لك يا باشا عايز اسافر اوروبا. سفرك يا باشا، سفركش ايه؟ نوديك اسبانيا والمجر واليابان، كوكب اليابان جميل. اليابان ايه يا باشا؟ عايز اطلع اوروبا. اليابان ماشي، اسبانيا والمجر والصين، مش مشكله. مش مشكله يا باشا. يا باشا الصين ايه؟ يا باشا انت مالك بس، مش هنختلف، البلد اللي انت عايزها مش هنختلف والله. قول لي بكام؟ والله 45، والله العظيم الحاجه غيرت علينا، اقسم بالله والله 45000 من 45 جنيه يا باشا، انت جاي تهزر؟ والله الحاجه غيرت اقسم بالله. بقول لك فسحه اسبوع. والله العظيم الاسبوع اللي فات مطلع المالديفز يا باشا مش والله، هنطلعك هانيمون احسن خدمه والله احنا يا عم عشانك انت 42 والله 42 والله العظيم بقول لك الاسبوع اللي فات مطلع المالديفز. طب خد بس انت ساعه افتتاحيه، طب خد 40 طيب، طب 28 طيب، طب 18. مش محتاجين نروح لحد عشان يحجز لنا، احنا هنحجز كل حاجة بايدينا. كل اللي عليك تعمله انك تروح بيتك، تفتح الكمبيوتر بتاعك وتخش على كام ويب سايت، ومن عليه هتقدر ان انت تحجز كل حاجة في منتهى السهولة. نيجي مثلا لو انت عايز تحجز الطيران بتاعك، فانت عندك احسن موقعين ممكن نتعامل بيهم هو سكاي سكانر واكسبيديا. ولو عايز تحجز الاقامة بتاعتك، لو انت هتحجز الاوتيل بتاعك ممكن تخش على booking.com، او لو هتحجز هوستل فتخش من هوستل وورلد. تعالوا نخش على الطيران. الطيران هو اغلى حاجة في السفرية، فحاول على قد ما تقدر انك تختار ارخص طيارة ممكنة. الطيران نوعين، رئيسي وداخلي. رئيسي من القاهرة لروما، والداخلي من القاهرة لشرم الشيخ. احيانا الداخلي بنتنازل عنه وبنحجز بداله يا اما اتوبيس يا اما قطر يا اما عبارة. حتى الطيران برضو بيكون ليه مستويات، يعني في مستوى اللي هو الايكونومي، وفي مستوى اللي هو الفيرست كلاس او البيزنس كلاس. طبعا احنا هنخلينا في الاول واحد اللي هو الاقتصادي، لان ده ارخص حاجة واوفر حاجة. في حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتحجز الطيارة. اولا لازم تحجز قبل ميعاد سفرك بحوالي 8 اسابيع. ليه؟ عشان تكون في السيف سايد، لان كل ما انت تقرب على ميعاد سفرك كل ما تذكرة الطيارة هتزيد. تاني حاجة، اوعى تحجز يوم الجمعة او الحد. ليه؟ لان ده الويك اند بره، كل الناس بره بيسافروا يوم الجمعة وبيرجعوا يوم الحد. بيسافروا يوم الجمعة عشان يلحقوا الويك اند من اوله، وبيرجعوا يوم الحد عشان يرجعوا يكملوا شغلهم يوم الاثنين. في احصائيات بتقول ان يوم الثلاث هو افضل يوم نحجز فيه تذكرة الطيران بتاعتنا، وفعلا انا جربت ولقيت ان هو فعلا صح. اعمل فولو وسبسكرايب ولايك للبيج والحاجات بتاعت السوشيال ميديا كلها بتاعت شركات الطيران او مواقع حجز الطيران، لان دايما بيعملوا اوفرات كل فتره، فانت ممكن تلحق لك اوفر او تلاقي سعر التذكره نزل او ايا كان. تعالوا دلوقتي نعمل حجز كده لطياره من القاهره لباريس. احنا هنا دخلنا على موقع اسمه سكاي سكانر زي ما قلت لكم، skyscanner.net. هنا اول حاجه الموقع بيقول لك في ريتيرن، في وان واي، في مالتي سيتي. ريتيرن يعني رايح جاي، يعني انت هتحجز من القاهره لباريس، او ممكن وان واي رايح بس، او مالتي سيتي يعني بتختار ان انت تروح مثلا من القاهره لباريس وترجع مثلا من روما للقاهره. فاحنا هنقول ان احنا عايزين نروح من القاهره لباريس ونرجع من باريس للقاهره. نقول مثلا يوم 11، نخليها 11 ونرجع يوم 19. وهنا بتقول انت كام شخص. انا هسافر لوحدي فهدوس شخص واحد، وبعد كده بتدوس سيرش فلايت. هنا انت بتدوس عشان تخلي الاسعار تجيلك بالجنيه المصري. بتيجي هنا وتشوف ايجيبت، تدوس سيف. هنا ارخص تذكرة موجودة ب 4047 جنيه. طيب لما تيجي تشوف الطيارة بتاعتك لازم تتأكد من كذا حاجة. هنا في حاجة اسمها دايركت يعني هي تطلع من القاهرة توصل لباريس على طول في مطار شارل دي جول، لكن وهي راجعة هتقف في امستردام، فانت برضو لازم تاخد بالك من الحتة دي. ولازم طبعا تعرف هي هتقف قد ايه في الترانزيت، فانت هتدوس كده وتروح دايس هنا وتعرف هتقف قد ايه. هنا هتقف ساعة وتلت. ساعة وتلت ده احيانا بيكون قليل، لان ممكن لا قدر الله الطيارة تتأخر ساعة او ساعتين، فانت لما تيجي تنزل وتركب طيارتك اللي بعديها مش هتلاقي الطيارة اصلا. فحاول على قد ما تقدر ان الوقت يكون طويل شوية. نجرب هنا 4 ساعات، فانت ممكن تختار التذكرة دي. هنا التذكرة بتاعتنا ب 4077. احنا بندوس هنا سيلكت وبنختار اول حاجة اللي هي ارخص حاجة ب 4076 جنيه. بيدخلنا على موقع تاني، وده الموقع اللي بيكون فيه التذكرة الرئيسية.
هيجي حد يقول لي احنا ليه بنخش على الموقع ده عشان نحجز تذكره الطيران؟ هقول لك لان الموقع ده بيوفر ارخص تذاكر طيران، او بيقدر ان هو يوفق كذا تذكره في بعض عشان يديك اقل سعر ممكن. لو انت دخلت على موقع شركه الطيران نفسها هيطلع لك بس شركه الطيران والاسعار بتاعتها، مش هيطلع لك كل حاجه. انما هنا هو بيحاول يوفق كذا تذكره عشان توصل للسعر الاحسن بالنسبه لك. انت بتختار اهو، دخلك على الموقع، بتخش تدوس كونتينيو وبتكمل اجراءات التذكره. في حاجه تانية، احيانا احنا دلوقتي ما بنكونش مقررين احنا هنسافر فين وامتى، ففي حل حلو قوي عشان تقدر ان انت تختار تذكره رخيصه. تعالوا نشوف. هنرجع تاني للموقع اللي هو سكاي سكانر، هنخش هنا فروم، مش هنكتب بقى كايرو، هنكتب ايجيبت كلها، وهنا هنكتب حاجه اسمها فليكسيبل افري وير، يعني اي مكان. وهنا هتختار هول مانث وارخص شهر، وبعد كده تدوس سيرش. هنا بيطلع لك ارخص شهور وارخص اماكن تقدر تروحها بارخص تذكره طيران. فاول حاجه طلع لنا مصر، ممكن تروح في حتت في مصر ب 600 جنيه، في تركيا، في اسبانيا. تعالوا نشوف اسبانيا، ندوس على اسبانيا. هنا بيقول لك ان هو المطار هتروح تطلع من برشلونه او هتوصل برشلونه، هتروح دايس، وهنا من القاهره فنروح دايسين. وهنا بنشوف بقى ارخص وقت، هو بيقول لك ارخص وقت في نوفمبر، فاحنا هنشوف كده ممكن نلاقي ارخص وقت ايه. في هنا هو يوم 9 ب 807 رايح، ممكن يوم 19 ب 806 برضه. هنا التوتال بتاع التذكره 1600 جنيه، احنا في الثانيه كانت التذكره سعرها 4000 جنيه. هنا الفرق يعني بين السماء والارض، انت هنا ب 1600 جنيه، هناك ب 4000 جنيه. فانت ممكن لو انت مش مقرر ممكن تشوف ايه ارخص طياره او ارخص حاجه ممكن تروح وتختارها، بس طبعا لازم تجيب الفيزا من على البلد دي. تعال نروح بقى للطيارات الداخليه. الطيارات الداخليه برضو بنعملها من نفس الموقع او بنحجزها من نفس الموقع، وفي 3 شركات طيران دول كويسين قوي في الطيران الداخلي في اوروبا، اللي هم راين اير، فويلينج، وايزي جيت. تعالوا نخش ونشوف. احنا عايزينها طبعا وان واي، لانك مثلا هتكون في باريس وعايز تروح مثلا لروما، فبنيجي هنا بنكتب باريس وهنا روما وتدوس سيرش. زي ما احنا شايفين ان ارخص طياره هي راين اير زي ما انا قلت لكم، وفي فويلينج برضو، وارخص طياره ب 267 جنيه مصري. اكيد انتم مستغربين بس هو فعلا كده، دي الطياره من باريس لروما. طيب احيانا بيكون الطياره ارخص من الاتوبيس او القطر، واحيانا العكس. كل ده طبعا على حسب الوقت اللي انت مسافر فيه وعلى حسب البلد اللي انت رايحها. في موقع حلو جدا ممكن تحجز منه الاتوبيس او القطر اللي انت عايز تحجزه، وده الموقع ده اسمه جو يورو. جو يورو ده بتخش عليه، اسمه www.goeuro.com، بتخش عليه وتكتب انت عايز تروح فين. يعني مثلا احنا ممكن نقول ان احنا في روما، تمام، وعايزين نروح ميلانو يوم مثلا اي حاجه، وندوس سيرش. هو الموقع ده بيطلع لك كل الحاجات المتاحه، يعني يقول لك مثلا ان في طياره هتروح ما بين البلدين او ما بين المدينتين. زي ما احنا شايفين على الشاشه طلع لنا كل الوسائل المواصلات اللي ممكن توديك من روما لميلانو. تعالوا نشوف اول حاجه. اول حاجه اتوبيس، في اتوبيس ب $10 بس، ده بيوديك في 8 ساعات وربع. فانت طبعا لو عايز توفر وقت ممكن تشوف ايه اكتر وسيله مواصلات هتوصلك في اسرع وقت. تاني حاجه ممكن نشوف القطر. فهنا القطر ارخص حاجه ب $11، بس طبعا لازم تشوف الوقت. يعني هنا هو بيطلع الساعه 23 وبيقعد 7 ساعات ونص، فانت دايما تشوف الوقت المناسب بالنسبه لك ايه عشان تحجز فيه. وممكن تروح بطياره، بس طبعا الطياره مكلفه جدا ب $133، فاحنا ممكن نروح مع الحل الاولاني اللي هو الاتوبيس 8 ساعات وربع.